الاعمال، وعشان كده هتلاقي هنا في 4 مايكات نويز كانسليشن مع الامبيت لايت وكل السنسور اللي انت محتاجها، وكمان سنسور تقارب بحيث ان الجهاز يقدر يحس بيك ويقدر يعتمد ويوفر في البطاريه بشكل كبير. يا سلام لما بتقدر تجمع ما بين الفئه العاليه وكمان المواصفات العاليه، ده بتبقى كومباينيشن كده عاليه جدا. بس المره دي مع ديل 9430 الفئه التاسعه من اللاتيود، يعني بتتكلم على اعلى حاجه في كل حاجه. اول حاجه مخارج التهويه واللون بقى اللي لازم عينك تتعود عليه من ديل اخيرا غيرت اللون اللي كانت بتعتمد عليه اللون السيلفر، ودلوقتي اللون الدارك بلو اللي هتقدر تلاقيه في كل الجيل ال 12 من الفئه العاليه دي. قبل كده كنت كلمتك على الاكس 360 منه فتره كبيره، دلوقتي الجهاز المفضل لفئه السي ليفل رجال الاعمال، وعشان كده هتلاقي هنا في 4 مايكات نويز كانسليشن مع الامبيت لايت وكل السنسور اللي انت محتاجها، وكمان سنسور تقارب بحيث ان الجهاز يقدر يحس بيك ويقدر يعتمد ويوفر في البطاريه بشكل كبير. طبعا كل ميزات الجيل ال 12 ال 10 كور، يعني البرفورمانس كور والافيشنس كور، يعني هتحافظ على البطاريه بشكل اساسي، وكمان رامات 32، ودي ميزه مهمه جدا لان الجهاز ده هنا مش ابجريد بالنسبه للرامات. غير ان انت الفئه التاسعه الفئه العاليه بتاخد بطاريه الاربعه سيل اللي تقدر تعتمد عليها بشكل كبير. الاربع مايكات امبيت لايت فينجر برينت باك لايت بالنسبه للكيبورد، كل التفاصيل دي كلها في جهاز فيه 4 سماعات، سماعتين زي ما انت شايف من قدام وسماعتين من ورا. الجهاز ده فعلا قادر ينقل تجربتك مع جهاز خفيف معدن بشكل شيك جدا، بينقله لك بتجربه ثانيه مختلفه جدا من ديل لاتيود 9430 هيكون اختيار مميز جدا، وهي قطعه واحده، ودايما الحاجات النادره بتكون قليله جدا. عشان كده تقدر تلاقينا موجودين في منتج ستور 36 نصر بيلو اد ارت الجولف مدينه نصر.